السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف النهاردة ملخص الحلقة 17. زي ما انتوا عارفين ممنوع نشر الحلقة. بيبدأ المشهد الأول بشاهندة بتروح للدكتور النفسي، والدكتور النفسي ده بنتفاجئ ان هو طلع سميح. بعدها بنشوف صابر داخل بيت غريب وبيلاقي الزمردة على الأرض وبيمسكها، وبعدين بتتبدل الزمردة دي وبيلاقي نفسه ماسك سكينة وبتنزل منها دم، والدم بيملى الأرض كلها. ساعتها بيصحى صابر من النوم وبيدخل عليه رجائي وبيحكي له على الحلم وبيقول له هتوصل للي انت عايزه، بس السكينة دي العقبات اللي هتقابلك. بعد كده بنشوف سميح قاعد مع شاهندة على سبيل يعني ان هو الدكتور النفسي، وبتحكي له على مقابلتها لباباها لما سألها، وبيرد عليها وبيقول لها غريبة، ده انا كنت فاكره انه هيتبسط. ساعتها بيقول لها سميح ان اللي بتشوفه ده خيالات وهواجس، ودي حاجات مش حقيقية، وبيقنعها ان دي تهيؤات. بيفضل يحاول يقنعها، وبعد كده بيديها أمثلة على التهيؤات والحقيقة. وبعد كده بنشوف إن شاهندة للأسف بتقتنع، بس هي مش مقتنعة قوي يعني. بعد كده بنشوف رجائي مع صابر وهو بيقرأ له الجملة، فاكرينها لما الكتاب وقع من رجائي وفي كتاب تاني وقع على الأرض واتفتح على صفحة فيها الجملة اللي احنا شايفينها دي. بعد كده قال له رجائي يعني كده الزمردة في أمان. قال له عشان كده سميح هيتجنن. قال له رجائي انت هتعرف مكانها ازاي؟ ساعتها قال له صابر حاجة ما كنتش عايزة ألجأ لها. وبعد كده بنشوف أهل القرية اللي فيها عزيز ورشاد كلها متجمعين عند بيت عزيز، وبيقولوا لرشاد إن الحاج عزيز اتشل. وبيجي يدخل رشاد عند عزيز، بيطلع يقابله سميح وبيقول له إزاي ده كان كده معنا كويس امبارح، وبيتصعبن بقى عشان إيه يسبق الموضوع. ساعتها في ست من القرية بتقول أنا حلمت بكده. قال لها سميح حلمت بإيه؟ قالت له براجل ليه دقن كده وبيضحك في وسطنا وهو شايف الخراب اللي بيحصل لنا، وكل حاجة حية في البلد من حيوانات بتموت وخراب مالي البلد. بيتكلم ساعتها راجل تاني وبيقول وانا كمان شفت الحلم ده. وساعتها بيستغرب ابن رشاد، وساعتها سميح بيقول له انت مستغرب ليه؟ قال له ده نفس الكلام اللي انت قلته امبارح. بتدخل ساعتها رحاب على دليلة ومامتها وبتعمل لنفسها صاحبتها وانها كانت مسافرة بقالها 3 سنين، وبتقول ان ريم حتى لسه قايله لها من قريب. ساعتها مامتها بتقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ريم. بتروح مامة دليلة تجيب لها حاجة تشربها، وبتبص ساعتها رحاب لدليلة. بنروح ساعتها بعد كده لصابر اللي بنعرف ان هو هيلجأ لمين، بيلجأ لموت. وساعتها موت بيرشده على مكان القرية اللي فيها الزمردة، وبيسأله موت ليه لجأت ليا تاني؟ قال له انا للأسف مضطر مع اني ما كنتش عايز ألجأ لك. قال له موت وانا على عهدي معاك. وبنشوف رحاب بتكلم دليلة وبتقول لها شكل ريم عندها حق، لانك خليتي المداح يلف وراكي عشان يخليكي تبقي كويسة. وساعتها بتفوق دليلة وبتفتح عينيها وبتقول لها رحاب كويس انك فوقتي دلوقتي عشان اتعرف عليكي. وبتقول لها انا الشيخة رحاب اللي رقدتك الرقدة دي اللي انت فيها، وهعمل لك عمل تاني. وساعتها دليلة بتعيط وبتبكي متبقاش عارفة تتكلم. وفي الوقت ده رحاب بتطلع مقص من شنطتها وبتقص حتة من شعر دليلة عشان تعمل لها بقى العمل التاني. وبتدخل ساعتها مامتها عليها وبتقول لها في ايه يا بنتي، ايه اللي جرالها؟ قالت لها معرفش يا طنط ايه اللي حصل لها، من اول ما فاقت وهي للاسف كده بتعيط. وساعتها قالت لها انا همشي عشان ما كنتش قادرة استحمل. وبيروح موت لقزح وبيقول له خلاص انا وديت المداحة القرية اللي فيها الزمردة، وبيقول له انا ولائي ليك، بس انا كنت بساعده عشان هو اللي خرجني. قال له بس انا كان عندي سؤال ليك. قال له اسأل. قال له صابر دلوقتي هيقدر يقنع اهل البلد انه راجل طيب وقصد خير؟ رد عليه سميح وقال له يقدر. فرد موت وقال له انا مستغرب قوي، انت اول مرة تقول انه يقدر. قال له قزح ساعتها قوة ايمانه هي قوته للأسف. وبنشوف بعد كده المداح ماشي وبيفتكر كل اللي اذوه واللي اتأذوا.
بعد كده بيظهر حسن مع منال وهم بيعملوا حلقة عن الست والراجل، وبيقعدوا يتناقروا على مين اللي بيتعاون ومين اللي يشتغل في شغل البيت ومين اللي يساعد ومين. وفجأة ما بيعجبوش كلام منال حسن، وبيقول لهم انا عايز اروح الحمام وبيمشي. ساعتها بنشوف صابر بيروح يسأل على نوح، واهل البلد لموا عليه وبيهددوا رشاد وابنه، واهل البلد بيقول له انه لو فضل هنا هيطلع على ظهره. وساعتها بيقول له صابر مفيش شيخ عارف ربنا وتربى على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبيلعن حد كده، ده لا شيخ ولا يعرف ربنا. وقبل ما يمشي صابر بيبص كده لعزيز اللي اتشل، وعزيز بيبص له. بيظهر بعد كده رشاد وابنه مع سميح واهل البلد وبيقولوا له اتبسط احنا طردناه خلاص. وساعتها سميح بيتبسط جدا وبيفرح وبيقول لهم بس كان بيسأل على مين؟ قالوا له كان بيسأل على نوح. بيشككهم ساعتها في نوح، ورشاد بيقول عمرنا ما شفنا منه حاجة وحشة، وبيقنعهم سميح انهم لازم يطردوا نوح. وبيمشي رشاد واهل القرية عشان يمشوا نوح ويطردوه من البلد. وساعتها بيظهر سرمد لصابر وبيسأل لي انت ظهرت لي مع انك انت خليت تاج وعماد ما عادوش يساعدوني. قال له ما كانش حد ينفع يساعدك في الفترة دي، كان لازم انت اللي تظهر قوتك وتساعد نفسك، ودلوقتي انا جاي ليك ادلك على الطريق. وساعتها بيفرد ايديه وبيوريه مكان، بيسأله فين المكان ده؟ قال له اوعى تتخلى عن الموضوع ده زي ما انت تخليت عن اللي قبله. قال له ساعتها صابر انا استخرت ربنا ودلني على كل اللي حصل لي. ساعتها قال له سرمد يبقى اللي حصل ده كان خير، وقال له استغفر ربك. وساعتها اختفى، وفعلا صابر استغفر ربنا ومشي. بعد كده واهل القرية بنشوفهم راحوا يطردوا نوح، وراحوا لنوح وقعدوا يخبطوا ويقولوا اطلع يا نوح. فطلع لهم نوح وقال لهم في ايه؟ انتوا عايزين تأذوني ليه؟ انا عمري ما اذيتكم، دايما انا في حالي وانتوا في حالكم، اللي انتوا بتدوروا عليه هيكون لعنة عليكم. قصده بقى على الكنز اللي بيقول عليه سميح. رشاد ساعتها بيقول له اللعنة في البيت ده. ساعتها بيرموا النار على البيت بتاع نوح، والنار سبحان الله بتطفي. وساعتها اهل البلد بيتصدموا وبيقولوا لبعض ايه اللي بيحصل ده، وساعتها بيجروا ورا بعض وبيمشوا. وساعتها بيبتسم نوح للسما. بنيجي بعد كده بنشوف رحاب وهي قاعدة بتعمل العمل لدليلة، وبنشوف عبد الرازق عمال يراقبها. وساعتها رحاب بتحس بيه وبتنادي عليه وبتقول له تعالى، انا عارفة انت واقف كده ليه، انت عايز تتعلم. بيقول لها طبعا يا ست الكل. بتقول له روح عند الترعة الفلانية اللي انت عارفها وتكون مية جارية فيها وترمي العمل ده زي كل مرة. وبتقول له هتروح المستشفى لبنت هناك مامتها تقابلها وتقول لها مين اللي عمل العمل ده. قال لها هقول مين انت يعني؟ قالت له لا صابر. بيتبسط ساعتها عبد الرازق لانه متضايق جدا من صابر، وبتتبسط رحاب جدا. وبيروح عبد الرازق لمامة دليلة عشان يقول لها على مين اللي عمل العمل لبنتها. بس بيتفاجئ ساعتها بدخوله وقتها المستشفى على أوضة دليلة ومامتها. بيتفاجئ مين اللي بيستقبله؟ صابر هو اللي بيستقبله. بيقول له مرحب يا عبد الرازق، تعالى اتفضل. وبكده تخلص حلقتنا النهارده، واستنوني في حلقة بكرة، وعرفوني لو في حاجة عايزيني يعني ألخصها لكم، عرفوني. ولو المحتوى ده عجبكم برضو اعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل الحلقات اللي هلخصها. سلام عليكم.